مساء الخير، حلقة جديدة من ميدو والملاعب. احنا كأننا رحنا كأس العالم للزيطة، مش كأس العالم لكرة القدم. كم الاحتفالات والزيطة اللي حاصلة بالصعود متوقع ومنطقي جدا لمنتخب مصر لكأس العالم حاجة مش مفهومة خالص. هتقول لي ما انتش مبسوط ان مصر راحت كأس العالم؟ لا طبعا انا مبسوط، اكيد انا مصري، انا سعيد ان بلدي موجوده في اكبر حدث كروي في العالم ان شاء الله السنه الجايه. لكن كمان انا مستاء جدا من اداء المنتخب المصري ومن الاداره الفنيه لمنتخب مصر. بصوا على ماتشات مصر، مش هرجعكم كتير لورا، انا اوديك اخر ماتشنا مع غينيا بيساو. ازاي غينيا بيساو فرقه ومنتخب من المستوى الخامس او السادس في الكره الافريقيه يعمل عليها ماتش زي ده في استاد القاهره وسط الجمهور ده كله؟ ازاي غينيا بيساو بتلعب اكتر من 75 دقيقة في نص ملعب منتخب مصر في الماتش ده في استاد القاهرة؟ اسئلة كتير قوي. هترجع وتقول لي تاني ما انتش مبسوط ان مصر راحت كاس العالم؟ مبسوط يا سيدي، مبسوط يا حبيبي، مبسوط وربنا مبسوط اكيد. لكني مستاء جدا من إدارة حسام حسن ووجود حسام حسن على رأس الإدارة الفنية لمنتخب مصر. ومش عايزك تنسى أنت وهو وهي إن أنا أول واحد أيد تعيين حسام حسن، وكنت مراهن على حاجات، لكن أما تعين دورنا على نواحي فنية ما لقيناش، دورنا على جمل ما اداناش. حتى اللي أنا كنت مراهن عليه وكنت عايز حسام علشانه الروح والحماس والردع، حتى دي ما كانش عند حسام حسن وما لقيناش. يلا نكمل كلام ويلا نبص كلامنا يكتر اكتر على منتخب مصر علشان نبص على باقي التصفيات وباقي المباريات سواء في اوروبا او في افريقيا وباقي الظواهر. يلا نبص ويلا نطول. الطلة دي علشان محدش يزعل. الناس اللي عماله تقول لا وحسام وصعدنا وعملنا وسوينا، طب انا هديكوا حاجتين بس. الاختبار الحقيقي في اداء حسام حسن والمنتخب مصر مع حسام حسن كمان شهرين ان شاء الله، ربنا ادانا عمر في المغرب في كاس الافريقيه. كويس، هو ده الاختبار الحقيقي. هتعمل ايه يا حسام بالاداء ده وبالمنظر ده؟ منتخب مصر مش هيعمل اي حاجه وانا بقولها لكم. طيب ازيدك من الشعر بيت، انت الفرقتين اللي لعبت على ارضهم كمنتخب مصر ما كسبتهمش. يعني انت لعبت اثيوبيا في المغرب، ولعبت جيبوتي في المغرب، ولعبت سيراليون في مينوروفيا في ليبيريا، عاصمه ليبيريا. كويس، وسيراليون كان فيتوريا، ما كانش حسام لسه بيدرب المنتخب. حلو دي الثلاث ماتشات ما لعبتش في ملاعب الفرق دي ولا في بلادهم ولا على ارضهم وجمهورهم. كويس، الفرقتين اللي لعبت وسط جمهورهم ما عرفتش تكسبهم. غينيا بيساو في ملعبها تعادلت 1-1، ولولا ان صلاح خد كرة ورقص وحط في المقص ما كنتش تعادلت وكنت غلبت وكنا مغلوبين 1-0. كويس، وماتش بوركينا اتعادلنا 0-0، ولولا انه زيزو حط رجله في الشوطه في اخر الماتش في الدقيقه 89 90 تقريبا، الكرة دي كانت رايحه جول وكنا هنتغلب. يعني انت ما كسبتش الفرقتين اللي لعبت وسط جمهور، يعني انت ما عرفتش تكسب. حتى الماتشات اللي كسبتها اوي بره الارض ما لعبتش قصاد جمهور الخصوم، لان الخصوم كان عندهم ظروف مختلفه ما خلتهمش يلعبوا على ملعبهم. جميل. طيب نروح لتصفيات كاس الامم بقى. خلينا نبص على منتخب مصر في تصفيات كاس الامم. حسام حسن الفرقه اللي رحت لعبتها في ملعبها برضو ما كسبتهاش، كيب فيردي، تعادلت 1-1. انا بجيب لكم ارقام، انا مش قاعد دلوقتي بقول اي كلام ولا بنتقد وخلاص، وانتوا عارفيني كويس. انا بجيب ارقام دلوقتي وبقول لك ارقام. هتقول لي تاني مش مبسوط؟ لا مبسوط بصوت منتخب مصر يا سيدي، لكن انا مش سعيد باداء منتخب مصر ولا شكل منتخب مصر، والشكل ده لا يبشر بخير. واستمرار حسام حسن هيجيب خيبات كتيره قوي للمنتخب المصري. يلا نغير الموضوع ونشوف حاجات تانية في تصفيات كاس العالم. عين على باقي العرب مهمة جدا، علشان لازم نشوف الناس اللي حوالينا بتعمل ايه في الكورة. فانا عيني دي هتروح للجزائر لانها شبهنا، لانها غيرت المدرب في نفس التوقيت معانا بعد كاس الامم 2024 وجابوا مدرب جديد وكلام من ده.
وفي انتقادات في الشارع الجزائري لبيتكوفيتش مدير فني للمنتخب الجزائري. ولكن انا الصراحه بالنسبه لي المدير الفني تصريحات، وانا قلت لكم الكلام ده قبل كده، تصريحات بيتكوفيتش بتقول ان الراجل عنده حاجه، عنده حاجه، في حاجه عايز يعملها الراجل. كويس. ليه بقول كده؟ لان لما ابص على منتخب الجزائر هلاقي لعيبه جديد، في 10 لعيبه جداد دخلوا منتخب الجزائر، في عين بتشوف وعماله تكشف وتكتشف مواهب جوه الدوري الجزائري وفي دوريات اوروبا وحتى في الدوريات العربيه، اللعيبه اللي بتلعب في الدوريات العربيه يعني. في راجل شغال الصراحه هو والجهاز الفني بتاعه بيتكوفيتش. في انتقادات في الجزائر الشقيقه له، يمكن هم عايزين كره احلى من كده وكلام من ده، ولكن بشكل عام في عمل بيحصل. الاهم من كده انه بيتكوفيتش بيقول انه التصفيات سهله، بيتكوفيتش بيعترف انه الصعود ده منطقي جدا، ان ده مش انجاز، ان ده عادي. بيتكوفيتش بيقول انه الاختبار هيكون في البطولات الجايه والماتشات الجايه. ليه؟ لان التصفيات مش حكم. هو الراجل بيقول احنا ما لعبناش اي ماتش يدينا يعني فكره عن مستوى المنتخب ولا جودة المنتخب، ولكن ده سهولة الماتشات ساعدتنا ان احنا ندخل لعيبة جداد. طبعا ده ما حصلش في منتخب مصر، لان هرجع تاني لحسام حسن بالمناسبة. من الجزائر عايز اروح لتونس. تونس لما سامي الطرابلسي، لو تشوف المدير الفني لمنتخب تونس سامي الطرابلسي التصريح بتاعه بعد صعود تونس لكأس العالم، قال احنا ما جاش فينا ولا جون، وده حاجه عظيمه خلي بالكم من لمنتخب تونس. كويس. احنا ما عملناهاش لان احنا جه فينا جوان ومجموعتنا سهله زيهم. لكن سامي طرابلسي بص اتكلم ازاي، ما جاش فينا جوان لكن المجموعه سهله جدا، الماتشات سهله جدا، وده مش دليل على ان احنا عاليين. محتاجين نتاكد بماتشات وديه قويه، نحط ايدينا بجد ونفهم احنا فين بالظبط. دي الناس اللي بتشتغل بجد ما بتزيطش. كويس. اسيا فيها مشروعين بيتصارعوا، قطر والسعوديه، في ناجح وفي فاشل. رغم النجاح الظاهري اللي ظاهر. كويس. طيب انا لو بصيت على مشروع قطر في الكوره هلاقيه ناجح جدا بدون مجامله. ناجح. قطر خدت كاس اسيا 19، خدت كاس اسيا 2023 وبتصعد كاس العالم 2026. جميل. من غير ما تصرف بزياده، يعني من غير ما الدوري ده يبقى فيه نجوم عالميين وصرف كتير وكده خالص. ماشي. قطر عرفت تشتغل صح من اول اكاديميه اسباير، عرفت تشتغل صح جدا. عايزين العب كوره فاشتغل. ويمكن انا لو ترجعوا بعد كاس اسيا 2019 انا عملت حلقه كامله عن منتخب قطر في التخطيط وكده. كويس. طيب ادي واحد. قطر عرفت ترد على الكل، ان ما مش وصلت كاس عالم 22 عشان كان على ارضها، لا هي المره دي كاس عالم 26 في المكسيك وكندا وامريكا، ومع ذلك قطر بتصعد لكاس العالم وبتكسب اخر ماتش في التصفيات الثلاث اللي فاتت 2-1، وبتعمل ماتش عظيم جدا وبتعمل الانجاز. يبقى المشروع ناجح طبعا، لان انت كل سنتين انجاز. يعني انت 19 كاس 23 كاس 25 بتصعد كاس العالم، و22 كده كانوا بيلعبوا كاس عالم في الملعب. جميل. فقطر المشروع في قمه النجاح. لكن اللي قاله سالم الدوسري بعد صعود السعوديه لكاس العالم، وبيقول الصعود ده دليل على تطور الكره السعوديه، ده بلح. معلش ده مؤاخذه يعني، بلح اي كلام. ليه اي كلام؟ لان انت لما تبقى صارف الصرف ده كله على الدوري، وجايب لعيبه وجايب كريستيانو رونالدو وساديو ماني وكريم بنزيما وكانتي وغيره وغيره وغيره، وتصعد بالطريقه دي، وماتش العراق تحديدا دلاله على الفشل الذريع في المشروع. كويس. لانك انت متعادل 0-0 مع العراق.
يعني العراق باقل امكانيات عندها بتعمل 0-0، والعراق كانت هتجيب جون في اخر الماتش لولا الحظ يعني. كويس؟ يبقى انت عندك مشكله، انت مشروعك مش ناجح خالص، لا على مستوى المنتخب ولا على مستوى ولا على مستوى الانديه، واديكم شايفين يعني. جميل. مليون مبروك لقطر الصعود لكاس العالم، ومليون مبروك لقطر نجاح المشروع بتاعهم، ومبروك للسعوديه الصعود لكاس العالم. ولكن المشروع محتاج مراجعه ومحتاج يتبص عليه اكتر. يلا نقفل باوروبا عشان في ظاهره جميله جدا في اوروبا لازم نتكلم فيها ونقفل بيها. فلسطين يا قلبي، فلسطين يا اللي طلع الدنيا كلها ومنوره الدنيا كلها. ماتش النرويج والبعدة، النرويج وجمهور النرويج ومدرب النرويج ادوا درس للعالم، درس في الإنسانية، درس في القيمة. جمهور النرويج طول الماتش اولا عامل دخله بعلم فلسطين، وطول الماتش علم فلسطين بترفرف. لعيبه النرويج نفسهم. لكن خلينا في الجمهور الاول، الجمهور بيطلع كارت احمر للبعدة سواء جمهورهم او لعيبتهم. انتوا مش مرغوب فيكم. ايه العظمه اللي عملتها النرويج دي؟ هالاند بعد الماتش واكتر من لاعب في النرويج اهمهم هالاند طبعا، رايح حد بيغير معاه التيشيرت بيقول له لا. ليه لا؟ لان انت قاتل، انا ما اديش تيشيرت بتاعي لواحد زيك. ايه العظمه دي؟ ايه الجمال، ايه الانسانيه والروعه والعظمه والقيمه اللي قدمتها النرويج. الماتش التاني اللي حصل فيه نفس الحكايه، ايطاليا وهي بتلاعب البعدة. طبعا النرويج كسبت 5-0، مليون مبروك ليهم وانا فخور بيهم جدا. مدرب النرويج ده انا فخور بيه قوي 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 قوي. ماشي. ايطاليا كسبت البعدة 3-0. ماتش اتلعب في اوديني في ايطاليا. ماتش برضو الجمهور الايطالي اولا بيعبر بكل الطرق، وحتى لو شغب انا مؤيده على اتوبيس البعدة وهم رايحين الملعب بيمنع الجمهور بتاعهم يدخل الملعب. انتوا غير مرغوب فيكم، ممنوع تدخلوا الملعب، وتحت شعار ايه؟ ممنوع توسخوا وتدنسوا ملعبنا. كويس. وبرضو علم فلسطين حضرت، وجاتوزو ما سلمش، رفض السلام على لعيبه البعدة او على مدير فني البعدة، ولعيبه ايطاليا رفضت السلام على اللعيبه دول. وفي اول ماتش انتوا عارفين السلام ده الشرفي ده والحاجات التذكاريه دي ما رفضوا. ايطاليا والنرويج عملوا نفس الحكايه. فالانسانيه شيء جميل، والقيمه شيء جميل، والمبادئ شيء جميل. فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين. ربنا يحفظ فلسطين، ربنا يحفظ فلسطين ويحفظ لبنان وسوريا واليمن والسودان. ربنا يحفظ امهاتنا وابائنا، بناتنا واولادنا، اخواتنا واخواتنا. ربنا ينصر المقاومه الفلسطينيه، ربنا ينصر المقاومه الفلسطينيه، ربنا ينصر فلسطين على كيان المرتزقه المجرم القاتل الغصب للارض من 77 سنه. ان شاء الله التحرير قريب، وفلسطين عربيه. فلسطين واهلنا في فلسطين هم اطهر شرف الامه العربيه. كده اكون وصلت معاكم لاخر الحلقه. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، اتمنى يكون الموضوع نال اعجابكم، واترككم في رعايه الله وامنه وحفظه وسلامته. على نلقاكم في حلقه جديده من ميدو الملاعب. عاش العرب، كل العرب، عاشت فلسطين حره عربيه ابيه، بكل العرب ولكل العرب.